السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء ولي حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بشير دعوة بتقول أنا جوزي توفى من شهر وجه عريس ليا بعدها بأسبوع من وفاته ومناسب جدا جدا وأنا تقريبا موافقة، بس المشكلة في العدة، هل ممكن أقدر أتجوز قبل العدة ولا لأ؟ وحاجة تانية، معايا ولادي ولد وبنت، عاوز أوديهم عند حماتي أم جوزي الأول شوية وأم شوية. إيه رأيكم؟ العريس أول جوازة ليه وفي سنه مرتاح ماديا وأنا مش عاوزة أعيش أرملة، مع إني زعلت على جوزي بس الحياة لازم تستمر أكيد، خصوصا إن أنا عارفة إن هو كويس وكل الناس تشهد له انه كويس ومحتاجه رايك، ولو سمحت محدش يغلط. بمنتهى الصراحه هو باين او انت ولا زعلت ولا اي حاجه وانت ما صدقت ان جوزك اتوفى، يعني ده اللي باين. اسف بس الموضوع مستفز، يعني اسمحي لي ان انت اللي بتعملي دوت ولا ليه علاقه بالدين ولا ليه علاقه بالاصول. معلش سؤال، يعني هو ازاي تقدم لك بعد وفاه جوزك باسبوع؟ طب ما يعني كده اكيد مليون في المية ان انت وهو كنتوا على علاقه مع بعض، يعني بالعقل اصلا. انا مش بتهمك بس يعني هو الواضح من كلامك لما تقولي مثلا ان عايز اقدم لك بعد ما جوزك توفى باسبوع، ما لهاش تفسير كده. انا بتكلم على الكلام انت قلتيه. اما بالنسبه لموضوع العده ده شرع ربنا، احنا مالناش في دينا اي حاجه فيه. اصبري يعني، مع ان اسف مش هتموت يعني لو صبرت شويه. معلش انا بتكلم بحده بس صدقيني يعني بامانه، يعني الموضوع مستفز، الموضوع صعب. اما بالنسبه لاولادك فبامانه يعني الاسم ان تربى مع حد غيرك. يعني انا فكرك واللي بتقولي دوت ده اللي يدل ان انت انسانه مش سويه. يعني معلش انا بحاول ان انا اتماسك وامسك نفسي، بس صدقني الموضوع مستفز جدا. انا اسف يعني، ده اللي بيعاش سوري في اللفظ كلب، يعني بيزعل عليه اكتر من كده، انت مش فاهم يعني. اما بالنسبه للعريس فصراحه يعني بامانه شهادتك ليه مجروحه. معلش انا اسف، ولو انسان كويس يعني الوضع صعب انه ازاي يعني هو جات له الجرأه انه يتقدم لواحده جوزها لسه متوفي من اسبوع. يعني حتى يعني مش فاهم ازاي. وانا متاكد منه ان هو من عينتك، يعني بنفس عقليته بنفس دماغه، وزي ما قلت لك يعني 90%، مش بتمك بس 90% ان كان في علاقه بينك وبينه. اصلا الكلام دوت يعني اي حد يسمعه غير واقعي. انا عارف متاكد ان ده حقك ومحدش يقدر ينكره عليكي ومحدش يقدر يقول لك غير كده، بس هي القصه كلها في شويه الصبر. يعني معلش انت جوزك لسه متوفي، يعني بلاش راعي مشاعر. هقول لحضرتك ايه، راعي مشاعر اولاده اللي هم اولادك، راعي مشاعر اهله. يعني الكلام معلش كلام الناس يقول عليك ايه، يعني اي حد هيسمع كلام زي كده على طول هيقول لك زي ما انا قلت لك صراحه، يقول لك لا انت كان في علاقه بينكم وبين الراجل دوت. ده ممكن ناس تزيد في الموضوع، قلت لك انت لو في شبهه قتل ممكن انت اللي قتلتيه. انا ما بتهمكيش بس انا بقول لك يعني الكلام ماشي في السكه دي. يعني الكلام يعني انت حضرتك بتقولي اسبوع، يعني حتى مثلا مش بعد العده وتقدم لك، ده لو بعد العده وتقدم لك هو حقك كل حاجه، بس برضه يبقى فيها قيل وقال. ما بالك انت بتقولي بعد يعني جوزك توفى واسبوع وتقدم لك؟ فصراحه يعني موضوع مستفز، مش هقدر اقول لك اكتر من كده. ويعني ربنا يعينك ويسعدك حالك ويهدي لك نفسك وبس وشكرا. وفي النهايه اتمنى الحلقه كلها تعجبكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما رضيتش وتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك، اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، المقاطع يقاطع والمقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.